اهلا بكم في شيف افلام، وفي حلقه النهارده هتناقش معاكم في النظريات والاسئله الخاصه بمسلسل لوكي الحلقه الخامسه. بس الاول ما تنساش تعملي لايك وتقولي على رايك في التعليقات بعد ما تتفرج على الفيديو، عشان دعمكم ورايكم مهم جدا. ويلا بينا. حاليا في نظريتين اقوى من بعض، واحد لوكي هو اللي هيطلع يدير التي في اي، او هو اللي هيبتدي يدير التي في اي، عشان طبعا في فرق. في سؤال هجاوبكم عليه في الفيديو، هو ليه لوكي مش بيتحول لسباكيتي ودور رافونا ايه؟ النظريه الاولى، لوكي هو اللي هيكون هو ريمينز في الاخر، يمكن كمان متحكم فيه بشكل ما من البدايه. في حاجه مماثله بكده في الكوميكس، فكوميكس لوكي ايجنت اوف اسجارد، لوكي قدر يوصل لنهايه الزمان، لكن بيتفاجئ بدل ما يقابل هو ريمينز انه يقابل نسخه لوكي اكبر منه، واللي بتطلع بتدير الزمن في الخفاء. ومن الكوميكس كمان في نسخه من لوكي اسمها افنجر برايم، ونسخه لوكي دي قويه جدا، وفيها لوكي هو اللي بيجمع الافنجر عشان يحاربوا دكتور دوم في حروب المالتيفيرس، لان كان دكتور دوم مع الفاريانتس بتوعه مبهدلين المالتيفيرس كله، حتى الافنجرز كانوا مش عارفين هو مين الافنجر برايم لحد ما لوكي بيكشف عن نفسه. فكده من احداث الكوميكس ده دليل على ان ده ممكن يحصل في نهايه المسلسل، لان لوكي دلوقتي بيقدر يكتب قصصه بنفسه ويتنقل في الزمن براحته، ويقدر يغير الاحداث زي ما هو عايز، وممكن كده هو اللي هيجمع الافنجرز عشان يحاربوا اي تهديد للمالتيفيرس. نيجي نتكلم بقى للنظريه الثانيه، هو ريمينز لسه اللي بيدير الزمن، وده برضه ليه مبررات كتير. اولا قبل بدايه الحلقه الخامسه شفنا جايبين هو ريمينز في المشهد اللي بيتكلم فيه مع لوكي وسيلفي من اخر حلقه في الموسم الاول، لما كان بيقول لهم ان هو رسم الطريق ليهم عشان يوصلوا ليه لحد هنا. فاكيد مش صدفه ان المشهد ده يكون موجود في الوقت ده وفي الحلقه دي، ومن ده بنستدل ان هو ريمينز هو المتحكم بكل حاجه، وكان عارف اللي هيحصل في التي في اي. عشان كده لما حصل الانهيار في التي في اي، الموظفين بيرجعوا تاني لحياتهم العاديه كنوع كده من البرمجه بتاعتهم، اللي هو بيحصل المصيبه يرجعوا في خطوط متفرعه بتتصلح تاني، يرجعوا تاني على التي في اي بشكل ما. كمان هو ريمينز عارف ان مقدر للتي في اي انها تنهار، فمشى لوكي على طريق انه يبقى شخص مهتم وبيحب، وده على عكس طبيعته اللي كنا عارفينها. فلوكي في الاول كان اناني وما يحبش غير نفسه، عايز يوصل لسلطه او يحكم، لكن هو ريمينز عارف يمشيه على طريق يغيره ويخليه يحب ويهتم، زي حبه واهتمامه بسيلفي وموبيوس اللي بقى صديقه جدا، واللي دلوقتي ممكن يعمل اي حاجه عشان ينقذه. فدلوقتي بقى ليه صحاب، وحبه واهتمامه ده بيخليه يبقى عايز ينقذ التي في اي والخطوط الزمنيه. فهو ريمينز هو اللي اداله الطريق اللي يمشي عليه عشان يحقق اللي عايزه. ولو فاكرين هو ريمينز كان عايز لوكي اصلا يحكم التي في اي، وزي ما احنا شايفين ده اللي على وشك ان هو يحصل. في حاجه أنا بالنسبه لي انا بقى ملاحظها اكتر من التايم سليبنج اللي بيحصل للوكي، فاللي بيحصل ده بيفكرني بالظبط بشخصيه نيو في فيلم ماتريكس. نيو كان نتاج حاله شاذه في الماتريكس اللي بتخليه حر عن باقي العالم، ومديها له قدرات ولا سوبرمان. وهنا بنشوف لوكي بسبب التايم سليبنج بقى عنده قدرات تخليه حر من الزمن، بيقدر يتنقل فيه وبيعمل اللي هو عايزه. في فيلم ماتريكس نيو كان فاكر نفسه حاله فرديه بسبب جليتش في الماتريكس، لكن بيكتشف لما بيقابل الاركيتكت او المهندس الماتريكس ان الجليتش ده معمول بقصد لصالح استمرار الماتريكس، والالات عارفه ان واحد زيه لازم يبقى موجود، وده عشان يكون السبب في انه يعمل ريبوت للسيستم وينقذ بعد كده مدينه زيون بطريقته. فالاركيتكت او المهندس اللي عامل الماتريكس كان عامل حسابه وراسم الطريق لنيو، وهو ريمينز هنا هو اللي راسم الطريق للوكي ومشي كل حاجه زي ما هو عايز. فانا شايف ان لوكي حاجه كده زي نيو، والاركيتكت بيمثل هو ريمينز، والتي في اي دي عباره عن الماتريكس. ودي حاجه انا لاحظتها لان من اكتر المحبين وحافظين لافلام الماتريكس. نيجي بقى للسؤال، ليه لوكي ما بقاش سباكيت؟ ببساطه كده الهاله الزمنيه بتاعت لوكي حاليا مش موجوده في زمن او مكان معين ثابت زي اي حد تاني، وده كان السبب في اللي يخليه يحصل له التايم سليبنج. والمفترض كانوا عالجوه في الحلقه الاولى، لكن رجع التايم سليبنج تاني ليه لما حصل مشكله الانفجار الاشعاع في جهاز اللوب بتاع التي في اي. فالسباكيتي بيبقى نتاج انفجار الاشعاع، وبتاكل في التفرعات الزمنيه باللي فيها. حتى سيلفي شفناها بتتحول لسباكيت، وده عشان كله ليه هاله زمنيه ثابته في الزمن، وده على عكس لوكي اللي هالته الزمنيه مشتته في الزمان، مش موجوده في زمن ثابت. واعتقد ده السبب في انه عنده مناعه انه يموت ويبقى سباكيت، وعشان كده هنقدر نشوفه يمشي في وسط الاشعاع في الحلقه السادسه، مش عشان هو لوكي الجامد وسحره، لا ده عشان الاشعاع مش شايف هاله زمنيه عشان ياثر عليها. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، هي فين رافونا او دورها ايه؟ رافونا دلوقتي في الفويد او منطقه الفراغ الزمني، بعد ما اتعمل لها برون في الحلقه الثالثه، ومن اعلان الحلقه السادسه واضح ان هي هتقابل الوحش الايوس، ده الوحش اللي هو ريمينز قال متحكم فيه عشان يكسب حروب المالتيفيرس. اعتقد هنلاقي ان الايوس بيتعرف على رافونا بشكل ما، ومش هيعمل لها حاجه، لان رافونا كانت قائده جيوش هو ريمينز، فهي ممكن بتتحكم فيه، يبقى في منهم زي تفاهم، يمكن كانت هي السبب في ان هو ريمينز يتحكم فيه بعد كده. فده ممكن كله برضو من تايم لوب، رافونا بتروح على الفويد تتحكم بالايوس، وهو ريمينز عن طريقها بيتحكم فيه. توقع شخص لنهايه المسلسل، اعتقد هنشوف لوكي بيدير التي في اي ده اكيد، ويمكن هو اللي هيطلع اسس التي في اي كمان. ما ننساش ان يعتبر لوكي هو اللي اداهم اسامي الموظفين بتوع تي في اي، يعني موبيوس اسمه الحقيقي دون، لكن لوكي لما قابله قال له موبيوس. كيسي اسمه الحقيقي فرانك، لكن لوكي ناداله كيس. حتى اوبي لما كان في التي في اي معروف انه اسمه اورابوراس، ولوكي لما رجع للماضي قال له اوبي، فكان عجبه
الاسم، فاكيد مش صدف ان لوكي بيديهم اساميهم. فبشكل ما اعتقد ان لوكي مع مساعده اوبي هيطلع هو اللي بيأسس التي في اي، لكن هو ريمينز وراهم. يعني هم بيعملوا كل حاجه وهو بياخد منهم كل حاجه على الجاهز وبيمسح ذاكرتهم. يعني هو ممكن يكون اخد التي في اي وشغلها بطريقته، هو اللي اخد الوحش الايس من رافونا، وده كله عشان يسيطر على الزمن، يخلص على باقي الكانج في حروب المالتيفيرس. فبشكل ما اللي احنا بنشوفه ده تايم لوب، حلقه زمنيه هتفضل تحصل، بس عشان احنا ما كناش شفنا الاحداث دي قبل كده فده معناه انها ما كانتش حصلت. بس ممكن دي مش تكون النهايه. اعتقد ان هي ممكن تبقى اقرب ان هو ريمينز ممكن يكون زهق زي ما قال فعلا في نهايه الحلقه الاخيره في الموسم الاول، وعايز يكسر التايم لوب دي، عشان كده وصل لوكي للمستوى ده. وكده لوكي في سكريبت من سكريبتات هو ريمينز، بس السكريبت ده عايز لوكي يبقى هو المتحكم، هو اللي يحارب الكانج في حروب المالتيفيرس ويدير الزمن زي ما هو عايز. كده كل الاطراف تطلع راديو. وبس كده، ده كان تحليلي وتوقعي لاحداث لوكي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لمحبين الكوميكس ومارفل، وتقولوا لي على رايكم في التعليقات. سلام.